بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تحياتي لكم جميعا أصدقائي الأعزاء. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بالنسبة لموضوع الرضاعة الصناعي والرضاعة الطبيعي احنا اتكلمنا فيها كذا مرة في أكتر من فيديو، لكن بعد الفيديو اللي أنا عرضته بتاع العجول الرضيعة دول، وهم 26 عجل رضيع اللي هم طلعوا على ال3 بقرات. طبعا الكلام ده من الواقع، يعني الكلام ده انا نفسي ملامس بيه، يعني الحاجات دي قدام عيني، مش مثلا مش كلام ورق ولا كلام كتب. ال 26 عجل دول مش عايز اقول لكم احنا جبنا 8 تاني، يعني ان شاء الله 31 عجل طالعين على ال3 بقرات ومكملين لسه كمان. انا عندي كمية لبن من فضل الله للبقرة، يعني بتجيب 2 منهم، الواحدة بتجيب 40، وواحدة منهم كان حصل لها التهاب ضرع وعالجناه والحمد لله، يعني حاليا بتجيب 20 كيلو، لكن مكملة معانا والحمد لله. هما الاثنين احنا لقحنا 3، 2 منهم ثبتنا عشرهم بالسونار، وواحدة لسه تحت الجس ان شاء الله، ربنا يبارك لصاحبهم ان شاء الله. فالفكرة ان احنا بنقول ان النجاح صعب. النجاح عايز امكانيات، وعايز يعني ايه الواحد يخلي باله من ماله يعني. فحته انك انت ازاي ترضع مثلا 26 عجل او تطلع 26 عجل من 3 بارات، هو الموضوع بيبقى متسلسل ومنظم. يعني انا ما بدخلش عندي عجل يرضع الا لما اكون طلعت عجل فطام. فاهمني؟ يعني افطم الاول قبل ما اجيب العجل عشان ما اظلمش ده ولا اظلم ده. قبل ما افطم انا عارف مثلا عندي بعد 3-4 ايام هفطم 4 عجول، يوم ما افطم بيبقوا موجودين ال4 التانيين، يبقى في تسلسل وانا بمشي بتسلسل. على ال15 يوم بحط علف قدامهم بيبدأ يلحس فيه. مجرد ما العجل بيكمل كيلو علف في اليوم، بيخلص كيلو علف في اليوم، ده بقى بفطم على طول. بفطم سواء وصل وزنه 90 كيلو او 100 كيلو، او ما وصلش الوزن 100 كيلو برضه بفطمه. لو خلص كيلو علف في اليوم هو كده بيعتمد على نفسه. طبعا انا ما برضعش طبيعي، هو اللبن بقري طبيعي، لكن ما برضعش، ما بيشربش من الحلبات بتاع البقرة. يعني انا بحلب اللبن بالحلابة. عندنا حلابة 2 تانك بنحلب بيهم اللبن، ونبدأ نوزع اللبن على طول على العجول. ما بغليش طبعا لان بيبقى طازة، نفس الوقت اللي انا بحلب بيه برضع بيه على طول. ما بخليش لو اللبن بيت ولا حاجة بغليه، طبعا ده حاجة اساسية. كل عجل له البزازة بتاعته، كل عجل له الجردل بتاعه اللي بيرضع فيه. بعد كل عملية رضاعة بيحصل تطهير للجرادل وغسل وتعقيم وشغل عالي يعني. المكان هنا مفتوح، مكان هواء، مكان نظيف. الحمد لله ما فيش مزارع حواليا، ما عنديش ميكروبات. حتى العجلين اللي ماتوا من خلال الرحلة ديت، يعني الرحلة دي اكتر من 6 شهور او 8 شهور تقريبا، مات من عجلين. يعني عشان مش كل الدنيا ورد زي ما بقول لك، لازم يحصل معاك خسائر، وارد تحصل معاك خسائر، بس المهم تكون في المعقول اللي هو يا رب ان شاء الله يقدر يعوضك في الباقي ان شاء الله. فالعجلين طبعا اللي ماتوا دول حصل معاهم اسهال شديد حاد، وحصل جفاف بسرعة رهيبة، يعني ما لحقناش ان احنا نسعفه. زي ما قلت مرات بيبقى اهمال من العامل، ما وعيش للعجل، اداله كمية لبن ازيد من حقه. حتة العجل بياخد قد ايه معذرة، يعني في حد كتير من الزملاء قال لي العجل بياخد كام كيلو لبن من اول يوم لحد الفطام. طبعا ما اقدرش اقول لك، يعني انا بكذب عليك لو انا قلت لك العجل هياخد كام كيلو بالظبط. يعني هو كلها بتبقى عملية حسابية. يعني انا ممكن اقول لك العجل ياخد مثلا 100 كيلو 200 كيلو، لا، كل عجل له احتياجه. انا في عجول عندي أنا طبعا ماشي بالقاعدة اللي هي 10% من وزنه. معذرة كنت كتبت لحد في تعليقات 3% من وزنه، لا، هي 10% من وزنه. يعني العجل مثلا بيتولد مثلا وزنه 35 كيلو، ياخد 3 كيلو ونص في اليوم. انت توزعها له بقى كيلو كيلو كيلو، 3 وجبات، كيلو ونص كيلو ونص، وجبتين، يعني حسب انت توزعها له. والله في عجول بتبقى قابلة تاني. يعني لو عجل قابل تاني انا ممكن ازود له شوية، لكن بخلي حسي معاه،
خلي عيني على العجل، مثلا لو في اسهال، في حاجات بدأت تظهر عليه، في مغص، في حاجات ممكن تبص تلاقي العجل ايه خد بعد ما خد اللبن رقد كده وبدأ يتعب. لا، يبقى انا ارجع للكمية بتاعتي اللي انا ماشي عليها، اللي هي ال10% من وزنه. بفضل ماشي على الوضع ديت لحد وزن كده مثلا 80 كيلو، وببدأ انا اخف في اللبن، لان هو بيبدأ ياكل علف. اول ما يبدأ مثلا ياكل نص كيلو علف او ربع كيلو علف في اليوم، ببدأ انا اخف اللبن. بخف اللبن طبعا، هو ال 80 كيلو ده بياخد 4 كيلو مثلا من وزنه، او 5 كيلو لبن في اليوم. ببدأ انا اخف اللبن بقى واحدة واحدة لحد ما اجي عند الفطام، بيبقى العجل ده بياخد كيلو بس في اليوم الصبح وكيلو اخر النهار مع العلف والاكل، وبروح رافع اللبن تدريجي. ما برفعش اللبن مرة واحدة، ما بفطمش مرة واحدة، بفطم تدريجي. اليوم اللي بفطم فيه العجل بكون جايب واحد مكانه. ففعلا الكلام ده واقعي، الكلام ده موجود. العجول اللي انتوا شفتوها دي متصوره من فتره على فكره. ان شاء الله انا رايح ان شاء الله نحصنها حمى كليه قريب، هصور لكم. ده هم حجمهم بسم الله ما شاء الله، حجمهم كبير قوي دلوقتي، حاجات حلوه. ان شاء الله هروح احصن الكاره دي قريب حمى كليه باذن الله، وهصورهم لكم تاني، وهوريكم الوزن وصل لحد فين، وهصور لكم الثلاث بقرات، وان شاء الله نجس الثالثه، ويا رب ان شاء الله تطلع اشار. فالحاجات دي من ارض الواقع. انا يعني طبيعتي متفائل، ما بحبش التكسير المجاديف زي ما بيقولوا. بالعكس، اي حد عايز يبدا مشروع بشجعه، لان انا دايما مؤمن بالاسباب. يعني انا ناخد بالاسباب، ربنا قال لك خد بالاسباب، والرزق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. لو مكتوب لك ايه هتشوفه. حتى لا قدر الله لو خسرت ما تزعلش، يعني ما اصل ده وارد. يعني كان لسه كنت امبارح عند واحد بيقول لي مال الشمس ده ما يتزعلش عليه. يعني الناس الكبيرة دي لها امثلة ولها كلمات مقصورة. يقول لك مال الشمس يا دكتور ما يتزعلش عليه ولا يتفرح ليه، في لحظة يموت وفي لحظة يملى لك البيت خير. فقال لك مال الشمس ما يتزعلش عليه. فتجربة يعني. انت احسن من اديك شايف الفلوس ملهاش اي 30 لازمة. يعني انت الجنيه اللي معاك من سنة انت حاليا ما عادش ليه لازمة. لو كنت جبت بيه معزاية ولا خروف كان احسن لك من الجنيه اللي انت شايله. فهي الفكرة في كده يعني. وكل ما تبدأ بدري كل ما تلحق نفسك بدري. عندنا هنا الناس الحمد لله رب العالمين، يعني محبة ربنا سبحانه وتعالى. الواحد بيتمنى الخير للناس كلها. بفرح لما حد ينجح، بفرح لما احس ان انا كنت سبب في فتحة خير لحد كان متعثر او كان متردد. الحمد لله، يعني الحمد لله رب العالمين. يعني ربنا يجعلنا كلنا سبب خير لبعض، ويوفق الناس كلها ان شاء الله، ويطرح الخير للناس. والله الانتاج الحيواني حلو ومربح، وما تتبعوش حد يقول لك انا بخسر. ما اعتقدش يعني ان شاء الله في خسارة. يعني اقل حاجة تبقى حصالة، الا لو بقى خلاص بقى الدنيا قليل البخت الى العظم في الكرش زي ما بيقولوا. ساعتها بقى خلاص ده تبقى اقدار الله سبحانه وتعالى، وكلها اقدار الله، والاقدار الله كلها خير. فناخد بالاسباب ونتوكل على الله ونبدأ مشروعنا، وان شاء الله ربنا يبارك للناس كلها ويكرمنا كلنا بإذن الله. يعني يا رب ان شاء الله تكونوا استفدتوا. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.